مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا كده نعمل احلى حلو معظمنا بيحبه. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه كنافه. هنعملها بطريقه حلوه جدا، هتطلع معانا طريه ومتماسكه في نفس الوقت. وهنعرف ازاي نعمل الشربات المظبوط اللي هيطلعها لنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يا ريت يا بنات لو بتتابعوني من خلال صفحتي العامه على الفيسبوك، يا ريت لايك ومتابعه للصفحه. ومنتظره دعمكم على قناتي على اليوتيوب باسم ياسمين مطر. تعالوا كده مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، ونشوف الكنافة التحفة دي عملناها ازاي، وايه الحشوة المميزة اللي هتديها طعم حلو جدا. هنعملها مع بعض برضو داخل الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنا بقى معايا نص كيلو من الكنافة، بيته في الفريزر ليلة كاملة وخرجته من الفريزر على طول. وبدأت ان انا افرك فيه على ايديا بالشكل ده كده لحد لما تتفتت معايا تماما. ويفضل طبعا ان انتي تشتغلي في حاجة واسعة علشان تاخدي راحتك فيها، زي ما انا عاملة كده صينية كبيرة عندك، وابدأي فتتي فيها الكنافة لحد لما تبقى رملية معاكي تماما وتفك كلها من بعضيها وتبقى بالشكل اللي انتي شايفاه قدامك ده. يفضل طبعا وانتي بتعمليها كده لو لقيتي اي حتت كده ماسكة في بعضيها برضو تاخديها تفكيها من بعضها. هنا ضفت كمان معلقتين من السكر البودرة، والسكر البودرة هنا اختياري، يعني لو موجود عندك ضيفي، مش موجود عندك مفيش اي مشكلة. بدأت ان انا اوزعهم كويس جدا على خليط الكنافة كله، بحيث ان الكنافة كلها كده تتغلف بالسكر اللي عندي. يعني بيقولوا ان هي بتدي لون حلو للكنافة، لكن انا عملتها قبل كده كم مرة من غير ما اضيف السكر البودرة، وكانت بتطلع برضو مدياني لون حلو جدا. هنا ضفت نص كوباية من السمنة البلدي، كوباية شاي بنات. لو متوفر عندك سمنة بلدي، مش متوفر عندك سمنة بلدي ممكن تستخدمي اي سمنة، نوع سمنة انتي بتفضليه، او ممكن تخلطي سمنة بلدي على سمنة نباتي يعني. الحتة دي بتاعتك انتي، السمنة زي ما انتي حباها، لكن طبعا السمنة البلدي بتدينا نتيجة كويسة جدا. زي ما انتوا شايفين برضو وزعت السمنة البلدي على الخليط كله بايديا. جبت هنا صينية مقاس 28 وضفت كده مقدار من السمنة البلدي برضو. بدأت ان انا اوزعه بالشكل ده كده في ارضية الصينية. هنجيب هنا بقى نص مقدار الكنافة اللي عندنا، وهبدأ ان انا اوزعه بالتساوي زي ما احنا شايفين كده، وتضغطي عليه كويس جدا علشان الكنافة بتاعتك تطلع كلها متماسكة مع بعضيها. تمام. تعالوا بقى نشوف الحشوة الجميلة جدا اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة. عايزة اقول لكم الحشوة كانت عبارة عن زبيب وجوز هند وسوداني. والسوداني هنا انا ما فرمتوش ناعم، انا خليته خشن جدا. لو لاحظتوا هتلاقوا ان حب السوداني زي ما هو، يعني الحبة مقسومة نصين وزي ما هي. بصراحة ادتني طعم حلو جدا وريحة قوية جدا لصينية الكنافة اللي احنا عملناها. هجيب بقى هنا نص الكنافة التاني، وهبدأ ان انا اغلف بيه او اضيفه على بقية الصينية اللي عندي ده. الجزء اللي فوق يا بنات، اول ما المقدار هيخلص معاكي هتبدأي ان انتي تضغطي على الصينية جامد جدا بايديكي، بحيث ان هي تبقى متماسكة معانا من فوق ومن تحت. اثناء ما انا بشتغل كده بكون مولعة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180. لازم تدخل فرن سخن علشان ما تاخدش وقت كبير معاكي في التسوية. طبعا دخلتها الفرن على اول رف يا بنات في الفرن، ما تحطهاش رف وسط علشان ما تاخدش برضو منك وقت كبير. اخدت مني اقل من نص ساعة بالظبط. عرفت ان هي استوت ازاي اول ما لقيت الاطراف بتاعتها بدأت تاخد معايا لون دهبي خفيف خالص، لون دهبي فاتح جدا. طفيت عليها من تحت، ولعت عليها الشواية من فوق 3-4 دقايق كده على نار هادية لحد ما اتحمرت معايا من فوق. هنا بقى هبدأ اقلبها علشان ناخد الشكل الحلو اللي احنا شايفينه مع بعض ده. شكلها تحفة جدا. يا ريت لما تيجي تقدميها تقلبيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى ان انا قلبتها وهي لسه سخنه على طول اول ما خرجت معايا من الفرن. والشربات هنا انا عملته اول حاجة وركنته على الجنب، يعني انا دلوقتي بضيف الشربات وهو بارد، وصينية الكنافة معايا لسه سخنة طالعة من الفرن حالا. مقادير الشربات بقى عندنا بنات زي ما انا كاتباها لكم كده بالظبط. كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من المية، عصير نص ليمونة، رشة من الفانيليا، ومعلقة من السمنة البلدي. بس السمنة البلدي هنا هنضيفها بعد ما الشربات بتاعنا يجهز معانا، ونطفي كمان عليه ونشيله او نرفعه من على النار. بنضيف معلقة السمنة البلدي بتفرق معانا جدا في الطعم.
زي ما انتوا شايفين كده بنوزع الشربات كله على الصينية كلها، حتى على اطراف الصينية بنوزع الشربات بتاعنا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم. منتظرة دعمكم ليا على قناتي على اليوتيوب، ومنتظرة دعمكم ليا على صفحتي العامة بالفيسبوك باسم ياسمين مطر. بحبكم جدا جدا، واقول لكم مع الف سلامة، ونتقابل في وصفات تانية كتير بأمر الله. باي باي.